السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احلى صباح على كل متابعينا الكرام. لو انت اول مره تشوفني ما تنساش تشترك في القناه وتدوس لايك وتشغل زر الاشعارات عشان يوصلك شعار جديد بقى فيديو احنا ننزله. وده تحبينا لاخواتنا ربنا سبحانه وتعالى ينصرهم ويرحم شهدائهم اللهم امين. ما تنساش تكتب لنا كومنت حلو وتحط لنا لايك. خلاص داخلين على 26000 والحمد لله. رجعت لكم بمقدمه بتاعت زمان. بصوا الواحد لما بيرجع كده ريكفري كده ايه بنستعيد الذكريات وبنحاول نعمل لكم حاجه جديده. طبعا زي ما انتم شايفين ورايا العيون الجديده اللي احنا لسه عاملينها. ناس كتير قالت لي مواد اسعارها ايه. هقول لكم كل الكلام ده في الفيديو دوت، بالاضافه اللي احنا جبنا قص جديد. طبعا انا كنت قاصد اللي انا ابينه لكم في الفيديوهات اللي فاتت عشان خاطر الناس تتوقع، والناس الصراحه ما شاء الله يعني طلعت على نظرها 10 على 10 والناس بتتوقع صح. في ناس كانت بتشوفه وما كانتش تتوقع صح. فهوريكم كل الكلام ده وهوريكم كل التفاصيل. ابقوا معانا. نبدا بقى من السلاكه بتاعتنا اللي بنبدا منها دايما اي فيديو لينا. طبعا المكان دوت يا جماعه والله العظيم تاني سبب من اسباب نجاح مهند محمود، وان شاء الله على قدر الامكان هحاول اطور فيه. نفسي والله المكان دوت يبقى بصوا سلاكه بوم، بس الواحد متأيد بالحجم والشكل المكان. بس انا اوعدكم للمكان دوت بامر الله كل ما نعرف نطور فيه كل ما هنعمل. انا ابسط حاجه انا لما لقيت انا محتاج عيون رحت عملت، بدل ما كنت ممكن اعمل 2 لا قلنا نعمل 3 وبقى عندنا باب تالت يسمح لنا ان احنا ندخل قص جديد، وبقى المكان بقى شكله ظريف. هو تحس ان هي الدنيا اتضيقت سيكه بس مش مهم. هي اللمبه دي بس محتاجه تغير مكانها، نجيبها هنا اهو عشان توزع على اضاءه اوسع واكبر، وبعد كده الدنيا تبقى معانا تمام التمام. فان شاء الله يا جماعه دعواتكم لينا كده ان شاء الله. ممكن ان شاء الله فوق هنا اهو نجيب اللهم صل على النبي، هجيب مسطبه او نعمل مسطبه سلك اللي هي مصابه السلك اللي هي بتاع الحديد ديت، ونخليها هنا هو للانتاج بتاعنا بامر الله. يبقى ليها درج، وهنا نقفل البابين دول ونعمل عينين، هتبقى عينين، وهنا المصطبه تبقى تترفع فوق هنا اهوت. كده المصطبه احنا مش بنستعملها على طول، المصطبه كل فين وفين. وكده هيبقى احنا عندنا مصطبه هنا اهوت وعندنا مصطبه هنا اهو. المصطبه ما بتحتاجش شغل كتير، ما بتحتاجش ايد فيها كتير غير اللي انت بتتابع بس مش اكتر. فربنا رب كده يقدر لنا خير. طب الناس بتقول يا مادام دي كلفتك قد ايه؟ انا عايز اقول لكم انا جايب ب 50 جنيه اللي هي الدهان، واتبقى كتير لسه متبقى، ده انا ما استعملتش ربع كل علبه. وجايب اللهم صل على النبي ب 45 جنيه سلك، وجايب السلك طبعا استعملته كله، وجايب قد ايه؟ وجايب 20 جنيه مسامير، وجايب خشب قول مثلا ب 150 جنيه خشب، ونفس الكلام بقيه الخشب اهو. بصوا دي مليانه وفوق في خشب تاني اهو. فالحوار كله قول الباب واقف عليا في سكه ال 50 جنيه، يعني الثلاث بيبان واقفه عليا في سكه ال 150 جنيه. اقول له يا جدعان الثلاث بيبان واقفه عليا بسكه ال 180 جنيه، ال 180 جنيه. فا اهي ما شاء الله حاجه بحر. زي ما انتم شايفين الحمام قاعد فيها، انتوا تخيلوا اللي هي صغيره بس ما شاء الله انا ادخل ايديا فيها من اولها لاخرها اهي 50 سم، يعني ما شاء الله يعني العين مساحتها ممتازه. وبنفس الوقت احنا كسبنا اللي احنا للقص يعرف يكسر على الذكر، يعرف يكسر على النتايه، والدنيا هتبقى تمام معانا. وربنا يا رب كده يبارك لنا. كان في حد في الفيديو اللي قبل اللي فات قال لي يا مهند وريني الاهزازات عشان انا عايز اشتريهم. هم ما شاء الله ربنا يا رب كده يبارك. طبعا ما شاء الله زغلول كويسين جدا. هم بس زي ما احنا عارفين ان الهزازات اللي عندي ساعات بيطلع ابيض، ساعات بيطلع واحد، ساعات بيطلع زغليل تركي. فهي على حسب وانت ايه انت ونصيبك. طبعا الزغلولين دول انا طالب فيهم 250 جنيه ماشي. ممكن ان انا نريح السعر سيكا، ممكن نريح السعر سيكا، وربنا يا رب كده يبارك لكل واحد. طبعا القص البنات بتوعنا اهوت ربنا رب كده برضو يبارك لنا ان شاء الله. عايزين نظبط الدنيا عندنا وندخل لنا حمامتين حلوين، وبالفعل دخلنا حمامتين حلوين. تعالوا عشان في حد اشتكى من كام فيديو قال لي انت بقيت بتعمل وبقيت بترخم اللي انت ما توريناش الحمام في الاول. والله العظيم لو اوريكم الحمام دلوقتي. انا بص بقى لنا 3 دقايق في الفيديو اهو. تعالوا انا اوريكم دلوقتي القص اللي احنا جبناه. قولوا يا جماعه بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ربنا يا رب كده يبارك لكل واحد ويكرم كل واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. هم يا شباب طبعا النتايه ديت هي الجديده عندنا، نتايه وطاطي قشر سمك. ما شاء الله النتايه لابسه نظارات زي ما انتم شايفين اهي. ما شاء الله النتايه مستواها محترم. مش هنقول مستوى واو بس النتايه مستواها محترم تمام. الدكر بتاعنا ده طبعا الدكر اللي احنا كنا شارينه من سوق امبابه كان قص، واحنا اشترينا نتايه مات. بعد كده احنا جبنا بقى احنا النتايه الجميله ديت. طب يا مهند النتايه دي ايه نظامها؟ سعرها ايه؟ مش عارف ايه. هقول لكم كل الكلام ده كله بس ربنا يكرم. والنتايه دي يا جماعه تحصي، نتايه تحصي. هقول لكم على كل اللي انتوا عايزينه، كل حاجه انتوا عايزين تعرفوها هعرفها لكم. طبعا اخونا الكبير ايمن ابو يونس هو اللي نقهنا. الراجل ده يا جماعه والله العظيم بيجيب لي الحاجات وانا فعلا ببقى يعني ممتن ليه. ربنا يا رب كده يبارك لي فيه ويجعله يا رب كده ايه سند لكل واحد بيحتاجه. ما شاء الله يا جماعه الراجل ما بيبخلش على حد في حاجه. وتسلم يا ابو يونس من موقعي هذا من داخل السطح عندي. تسلم يا ابو يونس. نقفل بقى كده البابين ونقول لهم ربنا يا رب يبارك. نتمنى من الله عز وجل ربنا رب كده يكرمنا فيهم في اسرع وقت. هنا بقى الاساتذه الحلوين بتوعنا. طبعا زي ما احنا عارفين ان دول العش دول اخوات اصلا. فانا عملت ايه؟
ما عملتش حاجه. انا كل اللي عملته مستني اللي هم يظبطوا الزغلولين عشان نبص على الزغلولين. طلعوا زغلولين حلوين هجيب قص برضو وهفدي. ما طلعوش زغلولين حلوين هجيب قص برضو وهفدي. اصل انا مش عايز احرق دم، مش مستعد ان انا احرق دم. انجلايزه مستواهم حلو، الزغاليل دي ممكن ترمي معايا ملطش، فانا مش عايز كده. احنا عايزين نطلع حاجه كويسه، عايزين لما قد الغاوي ينشي حمامتين يقول الله يبارك لك يا مهند، الحمامتين مستواهم كويس والحمامتين دماغهم حلوين. هنحرق دم مش عايزين. ما شاء الله الحمامتين قصيرين ما فيهمش طول، حمامتين كول ما بقوش موجودين اصلا. وربنا يا رب كده يبارك لكل واحد. نتمنى من الله كده التسهيل. نخش يلا جوه. ولا طبعا يا جماعه احنا خراطين اصلا الكلام ده كله، احنا القصر ده خراطين اهو زي ما انتم شايفين، عشان ما يعملش حركه كده ولا حركه كده ويقول لي ما اتوكل انا على الله يابا وانت ايه اكل الزغلولين. فاحنا مش عايزين نعمل حركه كده ولا كده. دول طبعا شفناهم الفيديو اللي فاتت، احنا بقالنا تقريبا 3 4 فيديوهات بنتابعهم مع بعض اهو. ما شاء الله الزغلولين الدنيا تمام معاهم والدنيا اخر منجاها. بس احنا كل الكلام ده بنبص عليه كل فيديو وعارفين كل حاجه. تعالوا اوريكم، عشان في حد قال لي يا مهند احنا عايزين زغاليل. انا طبعا منزل لكم من يومين تقريبا فيديو ريلز عشان خاطر الزغاليل اللي احنا عارضينها للبيع، هم لغايه دلوقتي لسه ما اتباعوش، لغايه دلوقتي لسه ما اتباعوش. فانا هوريهم لكم، وبرده اللي عايز حاجه هيتواصل معايا. احنا كنا عاملين عرض الزغلول ب 140 جنيه، يعني الزغلولين ب 280 جنيه يابا، ومهند بيضحي ولا عروض الشاذلي. تمام ما شاء الله 2 بيضه همت. ربنا يا رب كده يبارك ويطرح اللي فيهم البركه ويكرم صاحبهم. طبعا كل ما الزغاليل بتقعد كل ما الزغاليل بتاكل اكتر، يعني ده في مصلحه، يعني ده في مصلحه اللي هيشتريهم ده، يعني ده في مصلحه اللي هيبقى نصيبه يعني بامر الله. طبعا الاساتذه دول تمام عايزين اكيد ياكلوا، والله العظيم ما اكلكم الصبح، ما اكلكم وانتوا اكلتوا الزغاليل. فايه ما تحسسونيش كده انت وهي اللي انا مقصر، مش عايز احس التاثير ده. ما شاء الله الزغلولين همت، اللهم صل على النبي. ربنا رب كده يبارك. طبعا احنا الحمد لله فينا عاده اللي احنا بنحب ندبل، فالحمد لله مدبلين الزغاليل دبل الاتحاد، وربنا يا رب كده يكرم. ناس عماله تقول لي يا مهند دبل دبل باسمك وبلاش دبل الاتحاد. والله العظيم يا جماعه دلوقتي الناس بقت بتتكلم على دبل الاتحاد. يعني تعرض زغلولين زواجل يقول لك انت ليه عارض فيهم 300 جنيه ولا 250 جنيه، ده مش لابسين دبل. خلاص بقى احنا نعمل ايه؟ الدبله يا عم ب3 تعريفه لبسها له، عشان الناس دلوقتي للاسف ما بقتش تاخد بالمستوى، الناس بقت تاخد بالمظهر. وبصوا انا عايز اوريكم حاجه، بصوا طبعا شكل ومراته نتاته يا جماعه عندها جدل في كتمها الشمال. ايه السبب انا مش عارف، فربنا يا رب كده يكرم ويعني يشفيه على خير. انا النتايه بطلعها وبنزلها تمام. نرجع لمرجوعنا تاني. الناس بتتكلم اللي احنا مش بندبل، او احنا مثلا لما بندبل ليه مش ليه الزغلولين مثلا انت عارض فيهم السعر ده ومش متدبلين؟ طب هم اصلا ده مش عارف ايه. فبصوا ريحنا كله، يعني احنا بنحاول نرضي الاطراف عشان ما حدش يبقى ايه يمسك لنا غلطه. طبعا بصوا انا جايب دبل، يعني دبل 26 دي يا جدعان لسه ما دخلناش على السنه، ده احنا لسه في شهر 5 اهو. جبت لكم دبل 26 اهو، حاجات كده لسه. يعني ده لون طبعا اللي نازل السنه دي ازرق لل 26. انت اعمل حسابك اي دبل عايز تجيبها، نصيحه من اي يعني اخ صغير لاخ كبير او اخ كبير لاخ صغير، حاول على قدر الامكان لما تروح تشتري دبل اشتري دبل فاتحه، ما تشتريهاش غامقه. يعني الدبل الاتحاد الزرقاء ديت انا هستنى شويه هتكون كترت في السوق 2026، هروح جايب الفاتحه. ليه؟ الفاتحه مع الوقت وبتقدم، ولما بتقدم مش هتغمق قوي زي الغامقه. يعني شايفين الدبله ديت هتغمق وتبقى شكلها مش احسن حاجه، عامله زي السودا دي الحمراء دي كانت فاتحه، بس بصوا لما قدمت دي من 2022 يا جماعه احمرت قوي وشكلها بان عليها اللي هي قديمه. لكن الفاتحه لما بتقدم معاك بتبقى شكلها رايقه كده وشكلها حلوه وكأنها لسه جديده، مع اللي هي بقى لها زمن عندك. يعني اتمنى تكون المعلومه وصلت لبعض الناس تمام. تعالوا نبص على الزغلولين التانيين، الزواجل التانيين، عشان برضو نبقى عارفين الزغاليل اللي احنا هنعرضها. ما شاء الله واحد اهوت والتاني قاعد جوه مبطرخ، اللهم صل على النبي. ربنا يا رب كده يبارك. وطبعا مش ناسيين الدبله بتاعتنا لازم ندبل. فالدبل الزواجل عندي الدبل الاتحاد. الحمام بتاعي حمام زي مثلا ده كده اهو، زواجل دول لابسين دبل الاتحاد تمام، زي دول الاساتذه دول لابسين دبلتي، لازم يلبسوا دبلتي عشان دول مش هلبسهم دبله الاتحاد تمام. ماشيين بنظام، لازم تمشي بنظام. باكستانيات زي دي كده اهو لازم يلبسوا دبلتي في رجليهم اهو. طبعا العيش دوت واحد اخ كبير لنا في فيصل، بصوا لابسين دبلتي في رجليهم اهو تمام، دبله في رجليهم. فاحنا ايه بنحاول نرتب وكل حاجه هتبقى ليها الصح بتاعها. انا قلت انت رحت فين يا حاج؟ كانت واقفه على المسأل. بصوا هنا برضو نفس الكلام متدبلين اهم. فاللهم لك الحمد، يعني احنا مستمرين على حوار التتبيل ده لغايه ما ربنا يكرم. في شويه حاجات واقعه كده اهوت، ممكن لا قدر الله يحصل مشكله وانت مش عارف الظروف فيها ايه.
هنا ما شاء الله، اللهم صل على النبي، مساويد ما شاء الله معاهم زغلول اهو ومحصيين، اللهم صل على النبي. زغلول مسود اهو يا جماعه، ربنا رب كده يبارك لنا في حلالنا ويبارك لنا في حاجاتنا. طبعا استاذ حماده عامل مشاكل، براحتك يا استاذ حماده براحتك خالص. هنا ايه نظامك؟ هنا ايه نظامكم؟ كان في زغلول لبه، يا رب يبقى عايش، يعني اتمنى حضرتك تبقى انت لسه ملبناه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ما شاء الله، اللهم صل على النبي. ربنا رب كده يبارك ويكملها لنا على خير، اللهم امين. ما شاء الله لا قوه الا بالله. خش يلا، خش ارجعي عودي كما كنت بقى، كما كنت كما كنت. هنا في زغاليل تاني هنا ما شاء الله السكروتات، تمام. ان شاء الله ان شاء الله بامر الله الزغلول ده يا جماعه انا هعرضه لكم للبيع، بس شد حلو كده. هتقول لي امال انا سعره كام؟ اصبروا بس لما يظهر. يعني زغلول ما شاء الله زي ما انتم شايفين اهو، اللهم صل على النبي. تقريبا احنا اول مره هنعرض سكروتات، معلش يا ابو يونس، المره دي هنعرض الزغلول للبيع. ابو يونس كان قايل لي اتقل شويه على السكروتات دي، تعمل منهم حمامتين بس. ابو يونس يعني ندي الناس ايه من الدم السكروتات اللي عندنا، وربنا رب كده يبارك كل واحد. طبعا يا جماعه الزغلول على الحقيقه شكله اجمل بكتير، خدود اهي ومسله وزغلول ابيض من تحت، هم بصوا ابطال. اللهم صل على سيدنا وبارك على سيدنا محمد. ما شاء الله ما شاء الله. تعالوا برضه اقول لكم على تركايه انا عملتها الفتره اللي فاتت ديت عشان خاطر القص العبايسه. طبعا الدكر بتاع ابو يونس فينه؟ فين الدكر؟ اهو الدكر اهو بتاع ابو يونس، وادي النتايه بتاعتنا. طب يا مهند القص ده قعد عندك قد ايه عقبال ما عمر الحصى؟ القص ده قعد عندي في حدود السنه وما كانش بيعمر حصوايه. طب ليه يا مهند؟ عشان خاطر الديل. الاخ ابو يونس اخويا لسه يعني قايل لي النقطه دي، قال لي خرطهم وشوف اللي هيحصل. خرطتهم وعمر. طب كنت قلت لي من زمان، يعني انت سايبني على عمايه؟ الحصى يطلع يبقى فاضي، يطلع يبقى فاضي. ما كنتش اعرف والله يا جماعه حوار الديل ده. يعني انا عارف خلقه ربنا مش هتاثر عليك، لكن سبحان الله يعني كان طلعت فعلا بتاثر. والحمد لله يا جماعه الحصى طالع معمر العش دوت، اللهم لك الحمد. فاحنا بنتعلم، يعني احنا قاعدين بنتعلم كده عادي، مفيش اي مشكله. طبعا احنا ان شاء الله القطاقطه هنجيبهم في الباب دوت، بس الزغلول ده يشد حيله كده، الزغلول بتاع الاستراليات يشد حيله ونطلعهم القص ده بره، وهنجيب القطاطه في الباب ده، تمام. مع ان انا كنت حابب ان انا اخلي القطاطه بره عشان التهويه وكده، بس الصيف داخل علينا والجو هيبقى حر، فنطلع دول بره. دول هيستحملوا، القطاطه مش هتستحمل، زي ما انت عارف اسمهم قطاطه، ماشي تمام. احنا كده تقريبا مفيش حاجه تانية ما فرجنا لكمش. لا في الزغلولين البوازات، الزغلولين البوازات اللي الناحيه التانية. تعالوا نخش لهم والله يعني، بس عايزين نفتح الباب. فين المفتاح بتاعنا؟ المفتاح بتاعنا اهو، ادي مفتاحنا اهو. طبعا دبلة الرايق، قصدي سوري في اللفظ، دبلة الرايق اهو. سلام يا رايق والله العظيم، ومعانا دبلته كمان اهو. لا دايما ابو يونس انا حلفت كده. دبلة الرايق معايا تحت، دبلة الرايق معايا تحت، تمام. نفتح كده الباب، نفتح الباب بسم الله. ده مش ده تحت. خد يابا اهو. ونقول بسم الله. محتاجين نفتح النور جوه عشان الدنيا مش الطف حاجه جوه. طبعا احنا الاساتذه دول هنفتح لهم دلوقتي عشان ناكلهم مام، وفي نفس الوقت هنروح داخلين هننزل ناكل بعد كده، نشوف احنا نطلع لهم لما الدنيا تضلم معانا شويه. نفتح كده عشان خلاص المغرب هتأذن يا جماعه. عايزين ننهي الفيديو ده قبل ما المغرب ما تأذن. نخش السلاكه كده ونقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا هاني معاكم الفيديو بامر الله بالاثنين البوازات. هاني الفيديو كمان حتى ان شاء الله في السلاكه هنا اهو. لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. الحق الزغلول، لا حول ولا قوه الا بالله. ايه يا ابني انت حوادث؟ بص الزغلول، انت ايه اللي وقعك الوقعه السودا دي؟ ماما بص الزغلول بيشتكي. معلش حضرتك، بص الزغلول وشه ورم ازاي. معلش اقعد في الطاجن، اقعد في الطاجن، بطل لعب. والله يا جماعه انا تقريبا الله اعلم لو مش بحضن البنايده دي بيحصل مشكله. البنايده احضن لها والله هنا والقص اللي جوه، البنايده احضن لها حصوايه كريزلي زي دولا، والله العظيم بيسندلوا معايا. تقريبا ما لهمش في عيالهم، ما بياكلوش عيالهم ليه مش عارف. هنا بص بقى ما شاء الله البوازات، اللهم صل على النبي اللهم بارك. طبعا يا جماعه الزغلولين دول برضو، الزغلول عامل 160 140 جنيه، الزغلول عامل 140 جنيه في العرض بتاعنا. انا شايف وخدت بالي كده اللي فيه حصى فك. والله هنا معانا في حاجه فكت، يا ترى هنا ولا هنا اهو مش عارف. فهنبص كده بصه سريعا بعد اذن حضرتك. بص يبقى هنا اهو، هنا اللهم صل على النبي ما شاء الله. طب ماشي يلا الف مبروك، يلا عقبالكم عقبالكم. خلاص يا جماعه عشان المغرب اذنت واحنا فصلنا وقت المغرب، تمام. عايزين نطلع بقى بره كده اهو، نقفل بقى كده يلا بسم الله. يلا هش من هنا، هش من هنا بعد اذنك عشان مفيش حاجه تطلع. نطلع احنا بره كده بامر الله. قفلنا
بس كده احنا كده خلاص خلصنا اليوم بتاعنا وخلصنا مهمتنا الحمد لله. تعالوا بقى مع بعض ننهي الفيديو كده يا جماعه. كانت نهايه الفيديو، يا رب يكون عجبكم، يا رب تكونوا استفدتوا معانا. طبعا احنا بنحاول على قدر الامكان نستمر لكم في الفيديوهات، بنستمر لكم في اي معلومه بنقدر اللي احنا بنعملها لكم. الفيديوهات بتاعتنا وان شوت زي ما انتم عارفين. بصوا يعني ايه، مش عارف اللي انا اصور لكم فيديوهات وتنطط كده ولا كده ولا كده، بس ان شاء الله اكيد عن قريب الاجل ان شاء الله يعني نعمل لكم الموضوع ده. الناس بتحب حوار التنطيط دوت، وان شاء الله انا هحاول الف لكم ايه وعدكم. كده يا جماعه كانت نهايه الفيديو، كان معاكم وانا محمود، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.